السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصفة اليوم هي احنا راح نديرو بوراك الرنة. يعني هي وصفة العجينة هذه اللي بقات لنا من عجينة البقلاوة، يعني البقايا اللي بقات على عجينة البقلاوة. اللي يحب يعني يعرف يعني كيف تحضيرها، كيف نحضروا العجينة هذه، يرجع الفيديو البقلاوة زمان. هي هذه البقايا تاع العجينة يا اخي، قلت لكم انه نضعوها في المجمد وبعد نعاودوا نشكلوا بها حلوة واحدة اخرى. هذه العجينة راهي واجدة، نحطها على جنب ونديروا الحشوة تاع بوراك الرنة. هذه احنا عندنا 250 غرام من الفول السوداني مطحون كما تشوفوا، يعني رقيق خلاص مرحي، وعندنا بيضاء وعندنا السكر وعندنا الفانيلا. احنا ناخذ دائما القيس 3 كؤوس عفوا من الفول السوداني بهذه الطريقة. ناخذ دائما الكيل ب3 كؤوس بكأس، يعني ما نديش كأس كامل. انا هاو عندي هذا كأس وهذا الثاني، هاي الثاني نعمروه جيدا كما شفتوا معنا، والثالث ناخذ منه 3 كؤوس. اللي عندها تحب، انا درت بفول السوداني يعني بالكاوكاو، اللي عندها تحب تدير باللوز لانه يجي باللوز نكهه ولا اروع. هاي يعني نكملها، عندي 3 كؤوس بالضبط. ها القيس هو 3 كؤوس من الفول السوداني، وبعدها ناخدو كاس غير ربع من السكر. ما نديوش من يعني من نكتروش من السكر، يعني قادرين، لانه بعدها راح تشرب بالعسل. هذا هاو السكر راح نديو كاس الى ربع، يعني ما يكونش كاس كامل. كل واحده والكاس تاعها واش تقيس، لانه اللوز يكون حلو نديرو نصف كاس اللي تحب تدير باللوز، لكن الكاوكاو الفول السوداني راح نديرو كاس الى ربع، يعني بالكاس اللي قستو بيه. هاي نخلطوه، وعندنا ملعقه فانيلا قيمه 10 غرامات بهذه الطريقه. وحنا راح نديرو بيضه واحده فقط لانها الكميه قليله. انا راح نستعمل بيضه كامله. هاي نخلط البيضه، نوضعها هنا، نخلط البيضه كامله مع بعض كما تشوفوا، بيض مع الصفار، ونخلطها بيدي. بسم الله. هاي لميناها، نوضعها على جنب ونبداو نحضروا في تجي طريه، يعني بيضه واحده فقط. انا عطيتكم القيس راهو مضبوط. نوضعها على جنب ونبداو نحضروا العجينه. نغسل يدي ونبداو نحضروا كيف نقرصوا العجينه. نوضعوا الفرينه على السطح كما تشوفوا بهذه الطريقه، ونفرشوا العجينه ونحلها بالحلال. لازم تكون رقيقه كتير بهذا الشكل، يعني ناخدها بالطول. المره الاولى شويه برك نحلوا العرض لانه راح نستعملوها احنا بالطول، يعني راح نديروها سيجار لانها سيجار باش ما تلصقناش وما تلصقش ايضا في الحلال بهذا الشكل. بعد ما حليناها بالحلال كما تشوفوا معنا، لازم تكون رهيفه خلاص، يعني تشوفوا باش كي نعاودوا نطويوها باش تجينا رهيفه اول حاجه وما تجيش معجنه.
لازم احنا ناخده على الاقل قيمه 4 اصابع، يعني كل واحد ويده، يعني ما تعديش 8 4 سنتيمتر. يعني انا تجي لازم تكون مستطيل وطويله. هذه هاو شكلها. نقص الحافه بهذه الطريقه. من هنا ايضا هاهي انا ما قصيتهاش، هاي على الحاشيه الحافه تاعها. من هنا ايضا كما قلت لكم تشوف 4 اصابع وتزيد معاها شويه فقط وتقص. هاهي دوك تشوفوا معانا كيفاه تكون. عرضة هاهي وتكون رهيفه خلاص كما شفتوا معانا. ندعو لها الحشوه. تشوفوا ناخذوا الحشوه تاع الفول السوداني وناخذ. هاي تشوفوا معنا عفوا باش تشوفوا من هنا ولا شي فرينه باش ما تلصقليش. وها هو شكلها. نضعوها بهذه الطريقه ونلفوا ومنا الاصابع هاهي ونقفلوها منا على الجوانب ونديروها بهذا الشكل. نديروا 3 لفات فقط باش ما تجيناش قبل ما نقصوها معنا. تشوفوا نديروا لها بياض البيض. انا عندي بياض البيض هنا نبلوه شويه باش ما تجيناش، يعني باش تلصق لنا الورقه وما تطيرش كي نقليوها. نضعوها بهذا الشكل ونقصوها. هاي تجي الحبه. هاي تجينا مقفوله. تحب يعني باش ما تتحلش نديروا لها ايضا بالحاشيه منا هاهي ونقفلها منا ايضا. ها هو شكلها. تزيدوا تشوف معنا الحبه الثانيه. هاهي ناخذوا الحشوه. لازم تكون الحبه يعني العبد بلا ما يوزنها، يعني عينه ميزانه تكون شويه. هاهي ونلفوا على العجينه نقفلوها منا باش ما تكونش الحشوه ما تخرجناش على الجوانب منا ومن. هاهي ونقفلوها ونعاودوا نقفلوها 3 مرات 3 ونديروا لها بياض البيض باش تقفل لنا يعني ما تنفخلناش. هاهي والجوانب ايضا من ومن. هذه الحلوى راهي نقليوها في الزيت، يعني هذه تكون مقليه هذه الحلوى. ها هي شكلها. نزيدو نعاودو نبرموها مليح بهذا الشكل. احنا في الجزائر احنا نقولوا له بوراك الرنه. هذا بوراك حلو. نزيدو تشوف معنا الحبه الثالثه ومن بعد تشوف معنا كيفاه نقليوها. ها هي الحبه هذه، يعني بيدك تعرف ميزان قداه تدي، يعني واحد 15 غرام فقط. ونديو الحافه هذه كما شفتوا تاني منا نبرموها هكا 3 دورات فقط. ونقصوا بهذا الشكل ونديروا لها كما شفتوا البياض البيض، لانها رهيفه خلاص. هذه العجينه رهفاها باش تجينا مقرمشه ومن الداخل تجي طريه خلاص هذه الحلوى. ها هي نعاودوا نبرموها باش تجي الحبه قد اختها.
ها هو شكلها. نكمل انا الكميه اللي عندي كامله ومن بعد تشوفوا معنا كيفاه نقليوها. وضعنا زيت على المقلاة. بعد ما نشوفوا لازم يسخن الزيت جيدا يعني باش الحبه تحمر وتبدي القرمشه. وحنا وحضرنا كما شفتوا معنا العسل حضرناه ايضا، لانه الحبه كي نقليوها تكون سخونه والعسل بارد، نغمسها في العسل وبعدها نحيوها يعني باش تشرب العسل جيدا. انا نشوف في الزيت تبدا يسخن يعني كتير، لازم يسخن مليح. ناخذ الحبه تاع بورك الرنه وناخذ دبوس صغير ونثقبوها بهذا الشكل باش يعني ما تتنفخناش، تبقى الحبه على حجمها بهذا الشكل. ناخذها هكا نشوفوا اذا كان الزيت سخن مليح، نضعوا قطعه من العجينه ونشوفوا هلا شفناها تطفو يعني الزيت راهو سخن، راهي بدا يسخن. بسم الله. ها هي الحبه نضعها بهذا الشكل. ها هو، لان هذه الحلوى يعني هذه حلوة الزمان، هذه كانوا اجدادنا يصنعوها في الاعراس والافراح هذه. نقلبوها بهذا الشكل كما تشوفوا معنا باش تحمر على الجوانب. لا شفنا حمرت بزاف نقصوا من على النار باش يعني تنضج مليح، باش تبنا يعني ما تكونش حمرا كتير، شاشي يكون بهذا الشكل. هاهي انا نوضع نحط فيها بهذا الشكل. هاهي تبدا تحمر، نقلبها على الجوانب كامله حتى حبه كامله طيب. نصب عليها نكب عليها الزيت بهذه الطريقه باش تحمر لنا كل نفس الشكل كما شفتوا معنا. هاي الحبه كيف حمرت، نضعوها الان هي سخنه كما هيك، نضعوها في العسل باش تشرب العسل مليح. هاي نكملوا الكميات كامله. هاي كما شفتوا معنا كما قلت لكم نطبقها بهذا الشكل باش تبقى على حجمها يعني ما تتنفخناش وتطيب كامله. انا وضعتها كما شفتوا في العسل، نغمسها جيدا ونقلبها وبعدها تشوفوا معنا تزيينها وشكلها النهائي. ها هي حلوتنا لنهار اليوم، كانت سهله وبسيطه جدا يعني الحلوه هذه ما تاخذش الوقت. حتى في يعني شكل العجينه انا قلت لكم ارجعوا للفيديو سابق تاع بقلاوه زمان. راهي العجينه تاعها سهله التحضير، مكوناتها بسيطه جدا يعني تصنع منها كيما تحب يعني اشياء كثيره. مازالت انا نزيد ندير لكم اشياء كثيره بهذه العجينه. ها بوراك الرنه هاو شكله روعه روعه روعه. شوفوا معنا شكله من الداخل. انا نصنع من هذه العجينه اشياء كثيره. ها هي وانا درت له عسلناه بالعسل يكون كما قلت من المقله من المقلاة ديريكت يعني على طول تضعوه في العسل بارد وهي تكون سخونه، وضعنا لها قليل من السمسم كما شفتوا معنا. راهي مقرمش هذه الحلوى، شوف قرمش ومن داخل طريه ولا اروع. راهي سهله وبسيطه جدا 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 يعني فضلا منكم، وليس امر الاشتراك بالقناه والضغط على زر لايك وتفعيل الجرس ليصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.